السلام عليكم اصحابي يا احبابي. هل تساءلت يوما ان الشيطان ممكن يكون بيخاف مننا زي ما احنا بنخاف منه؟ طيب ما سالتش نفسك مره من المرات ازاي الشيطان كان بيخاف من سيدنا عمر بن الخطاب ولما يكون شايفه ماشي في طريق يمشي في طريق تاني؟ طيب ما سالتش نفسك ان الكلام ده ممكن يكون علمي ولا مش علمي؟ تعال نشوف الموضوع ازاي. لازم تعرف ان العالم اللي احنا عايشين فيه يسمى البعد الثالث، والزمن ده البعد الرابع. أما الجن والشياطين فده البعد الخامس. الشيطان عشان يتجسد في صورة إنسان أو صورة حيوان أو طائر لازم يعدي من البعد الرابع للبعد الثالث بتاعنا، وعشان ده يحصل لازم يتحكم في قوانين البعد الثالث اللي احنا عايشين فيه، اللي هو الحر والشمس والبرد والنزيف والموت، الحياة العادية بتاعتنا كبشر. علشان كده الشيطان لو اتجسد في صورة إنسان وتم ضربه هينزف وممكن يموت. فعلشان كده الشيطان بيخاف مننا أكتر ما احنا ما بنخاف منه. وحتى لما بيوصل للبعد الثالث بتاعنا ده ويتنقل من البعد الخامس لينا احنا في حياتنا العادية ديت، بتكون للحظات قليلة جدا، لأوجات قليلة جدا، وبيختفي بسرعة. طيب ليه؟ لانه مهما عمل مش بيقدر يعدي قوانين الفيزياء وقوانين الكون العاديه. زي ايه؟ يعني لو اتحول بصوره راجل بتبص تلاقيه راجل مكتمل قدامك وتشوفه، لكن لو ركزت هتلاقي فيه حاجه مختلفه. ممكن تلاقي رجليه زي رجل معزه او ودانه زي ودن قطه، هتلاقي فيه حاجه مختلفه وبتسرع عليه القوانين بتاعتنا، فلو تم ضربه بيموت. علشان كده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في احدى المرات كان عاوز يمسكه ويربطه. وزي ما شفنا برضه في روايات كثيرة جدا إن بعض الصحابة مسكوا الشيطان وربطوه، أو مسكوا جن وربطوه. والله أعلم. السلام عليكم أصحابي وأحبابي.